يمكن من اول مباراه يعني حسب الاستعدادات وحسب ما نلاحظ انه يكون هو يخرج من اول مباراه او مباراتين من الدوره هذه. زين. كابتن ميثم، فريق الشباب يمكن وضعيته تخوفه شويه. نعم. خاصه يمكن من الامور الفنيه، احنا مش متابعين فريق الشباب امانه، يعني يمكن فريق الشباب مبتعدين عنه شويه لان تعرف الدرجه الاولى، بس كاسماء حتى ما شفنا يمكن تفاؤل. احنا نتمنى لهم التوفيق فعلا بقياده يمكن الدكتور بن ساحو، وابتعدوا ثلاثه من افضل لاعبينهم في الموسم الماضي اللي هم عبد الله عيسى ومحمد سيف محمد، وايضا اللاعب الارتكاز ابراهيم سيف. هذه ثلاثه من اعمده الفريق. لا تنسى جابر اسد في الوسط. نبيل اعتقد نبيل ايضا. نبيل موجود، مش لاعب مؤثر. هو البرازيلي سيرجيو سيحاول يعني بجهد الامكان ان يعد هذا الفريق للدخول في هذه البطوله. هناك اسماء جيده، انا اعتقد انه مثل صلاح عباس يمتلك الخبره، وهناك لاعبين اخرين مثل كاظم علي، فهد رشود، يعني في لاعبين يعني ربما لديهم الخبره الكافيه، ولكن اعتقد انه مثل ما قال الاخوان ان هذا الفريق ربما لم يكن اعداده ليس بمستوى الفرق الباقيه، يعني على اقل تقدير. لا نقول انه من أسوأ الفرق في الاعداد، لا ابدا، ولكنه ربما كان اقل. حتى المعسكر الذي خاضوه والمباراه التي لعبوها مع فرق الشمال، اعتقد الشمال او المريخيه، واسماء ليست بالكبيره، والمحرق حتى المحرق البحريني ربما لعبوا معهم في هذه المباراه الوديه. على اقل تقدير انا اقول، او على كل حال اقول ان فريق الشعب ربما يعمل المفاجأة. لماذا؟ هذه كرة قدم. بما انه الضغوطات ليست كبيرة على هذا الفريق، وبما انه مثل ما نقول نحن انه ربما ليس من الفرق التي ستكون رقم صعب او المرشحة في هذه الدورة، ربما هذه نوعا ما تعطي إيجابية لهذا الفريق، يدخل هذه البطولة بدون ضغوط ثم يفاجئ الجميع بالصعود إلى